موقف هوساوي وريان من المشاركة في مباراة الهلال ونيوم. حلم الطفولة تحقق. أول تعليق من ريان بعد انضمامه للهلال. رسمياً، الهلال يضم مراد هوساوي وريان الدوسري من الخليج. الهلال يستنكر تصريحات جيسوس ويطالب بإجراءات حاسمة. عرض مغر من الهلال لخطف موهبة رين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية، من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته، وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من الاعتماد على الثنائي الجديد مراد هوساوي وريان الدوسري في مباراة نيوم. هوساوي وريان يغيبان عن قائمة الهلال ضد نيوم. وكان نادي الهلال أعلن اليوم تعاقده الرسمي مع مراد هوساوي وريان الدوسري قادمين من صفوف الخليج، وذلك في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد لمدة 5 سنوات لكل منهما. وشهدت بعثة الهلال التي غادرت إلى تبوك مساء اليوم السبت غياب الثنائي مراد هوساوي لاعب الوسط وريان الدوسري حارس المرمى، حسب ما ذكرته صحيفة الرياضية. ومن المنتظر أن يبدأ هوساوي والدوسري مشوارهما مع الهلال من الجولة التالية التي سيلاقي فيها الفريق ضيفه الفيحاء في الرياض الخميس المقبل، المقررة على ملعب المملكة أرينا في الرياض. ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره نيوم في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8:30. الجدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق نيوم في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. أعرب الحارس الشاب ريان الدوسري عن سعادته بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من نادي الخليج اليوم السبت. الدوسري: أتشرف بارتداء شعار هذا الكيان العظيم. وأنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد ريان الدوسري صاحب 21 عاما ليمثل بموجبه فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة 5 أعوام. وكتب الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: الحمد لله، حلم الطفولة بالانضمام إلى نادي الهلال تحقق اليوم. أتشرف بارتداء شعار هذا الكيان العظيم، وأسأل الله التوفيق في تقديم كل ما يليق باسم الهلال وجماهيره. أضاف: شكرا لنادي الخليج إدارة، جهازا فنيا، لاعبين وجماهير على كل الدعم والثقة التي حظيت بها خلال الفترة الماضية. كانت مرحلة مهمة في مسيرتي، تعلمت فيها الكثير على المستوى الفني والإنساني. أكمل: سأبقى ممتنا لكل شخص كان له أثر في تطوره داخل هذا الكيان. أغادر اليوم وأنا أحمل في قلبي تقديرا واحتراما كبيرين، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات القادمة. ستبقون دائما جزءا مهما من رحلتي. أعلن نادي الهلال يوم السبت تعاقده الرسمي مع لاعب الوسط مراد هوساوي والحارس الشاب ريان الدوسري قادمين من صفوف الخليج، وذلك في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية. الهلال يتعاقد مع مراد هوساوي وريان الدوسري. نشر حساب الهلال الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي مرحبا بصفقتي مراد هوساوي وريان الدوسري. وتفوق نادي الهلال على الاتحاد في سباق ضم لاعب الوسط الواعد مراد هوساوي بعد مفاوضات طويلة مع الخليج في الأيام الماضية. وأنهى نادي الهلال إجراءات توقيع عقد انتقال مراد هوساوي ليمثل بموجبه صفوف الفريق الكروي الأول لمدة 5 سنوات. كما وقع نادي الهلال مع ريان الدوسري حارس الخليج لمدة 5 سنوات لينضم إلى زميله مراد هوساوي رفقة الكتيبة الزرقاء هذا الشتاء.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال قد اتفق مع الخليج على شراء المتبقي من عقد مراد هوساوي مقابل 56 مليون و250 ألف ريال. وحسم نادي الهلال ثالث ورابع صفقاته الشتوية بضم مراد هوساوي وريان الدوسري بعد التعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري على سبيل الإعارة من فيورنتينا، والجناح سلطان مندش القادم من التعاون. أصدرت شركة نادي الهلال بياناً رسمياً للرد على تصريحات البرتغالي جورج جيسوس مدرب النصر، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام الشباب في قمة الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين. شركة الهلال تشجب تصريحات جيسوس. شجبت شركة نادي الهلال عبر بيانها التصريحات التي قالها جيسوس تجاه النادي الأزرق، واصفة إياها بغير المسؤولة. وقال جيسوس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي أن نادي النصر لا يمتلك القوة السياسية التي لدى الهلال، ولذلك لا يستطيع لاعبوه الضغط على الحكم في بعض القرارات. وجاء في البيان ما يلي: تضمنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة رعاها الله. أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبة للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية. تابع البيان: أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي نصت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم وحماية نزاهتها ووحدة المنافسة. وطالبت شركة نادي الهلال الجهات الرياضية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه التصريحات المثيرة للرأي العام بجانب إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي. وتعتزم شركة نادي الهلال رفع شكوى رسمية لدى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصريحات جيسوس المسيئة بحق النادي. يسعى نادي الهلال للتعاقد مع محمد قادر ميتي مهاجم رين الفرنسي، وذلك في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية. الهلال يتحرك لضم محمد قادر ميتي من رين. أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي الهلال قد تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو إلى رين من أجل كسب خدمات محمد قادر ميتي. أشار الموقع الفرنسي إلى أن محمد قادر ميتي متردد في قبول عرض الهلال السعودي، ويدخل حاليا مرحلة تفكير جاد بشأن مستقبله. ويواجه نادي الهلال منافسة من أندية إنجليزية مهمة بالحصول على خدمات قادر ميتي من رين، والذي يبلغ عمره 18 عاما، وتصل قيمته السوقية 10 ملايين يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت. وخاض قادر ميتي 17 مباراة رفقة فريق رين الفرنسي خلال الموسم الجاري، وسجل 3 أهداف بينما صنع تمريرتين حاسمتين. ويسعى نادي الهلال لاستقطاب مهاجم مواليد خلال الفترة الشتوية من أجل تعزيز خط هجومه، مع اقتراب رحيل الجناح الأيمن البرازيلي كايو سيزار نحو كورينثيانز بنظام الإعارة، وكذلك في ظل وجود شكوك حول إمكانية استمرار ماركوس ليوناردو. ويحيط الغموض كذلك بوضع المهاجم الأورغواياني داروين نونيز القادم من ليفربول الصيف الماضي، حيث يرتبط اسمه بإمكانية الذهاب إلى فنربخشة التركي. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان تصلكم كل الأخبار أول بأول. كرنتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة.